بصوا بقى يا قلبي حبايب قلبي، عملنا من ربع كيلو بانيه وصفة كفتة تحفة تحفة. شايفين الطراوة بتاعتها بمكون واحد هيرمي معانا الكمية دي 24 صابع كفتة. وعملت معاها رز بالاصفر. تعالوا بينا يا حبايبي نشوف الطريقة. دلوقتي جبت ربع كيلو بانيه، وقطعته هحطه في الكبة، ومعايا بطاطساية هرستها كويس جدا عشان هتزود معايا الكمية وما تفكش منك وتبقى ايه طرية كده. ودلوقتي معانا بصلايه بشرتها كويس وصفيت منها الميه عشان الميه دي هنحتاجها شويه كده. وايه وهي البصله زي ما انتم شايفين، هحط البصله مع الكبه وهحط بقى بهارات. وهحتاج نص كوبايه بقسماط، انا احتاجتها بصراحه كلها. ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وحبهان مطحون وملح وفلفل اسمر وبابريكا مدخنه، وهنضربهم كلهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده. اه وفي حاجه انا نسيت احطها، فص توم. انا وانا فصلت كده وحطيتها. هتحط نص فص توم صغير، معلقه توم صغيره كده. وهنحط اللهم صل على النبي. هنحط البصل بتاع ده، بصل بودر ايه هنحط البقسماط بالراحه كده. وتشوفي انا احتاجت معايا البقسماط كله. ولو وصلتوا يا حبايبي لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو، وتصلوا على النبي في الكومنتات. دلوقتي بصوا انا بعد ما فضيتها، بصوا هي بتلزق في دي ازاي شايفين؟ لا بتلزق اهي، لا بتلزق. حطيت بقى بقيت كميه البقسماط. ودلوقتي ميه البصل هحطها في السيخ لو شيش طاووق. بصوا بقى لما عملت الربع كيلو، شوفي بقى زادت معايا كده قد ايه. دي بقى كفت والله العظيم، يعني احنا بتاع 6 افراد كفت وفاضت كمان. شايفين كده يا حبايبي؟ صبعتها ولا فكت منك ولا اي حاجه خالص. بص ماشيه على السيخ حلوه قوي، ولا فكت ولا فرولت اهي. بص. وهتحطي معاها رشه بيكنج باودر، انا نسيت اقول برضه يا حبايبي عشان ايه. الواحد بقى صايم ومش عارف مش مركز شويه. هتحطي معاها برضو مع البهارات دي نص معلقه صغيره بيكنج باودر علشان تديك النفاشه كده وما تبقاش مكتومه. دلوقتي بصوا هصبع معاكم الكميه كلها. شوفي بعد ما صبعت الكميه، شوفوا 24 صابع كفته. دي قبل ما تعمليها هتحطيها في الفريز، هتحطيها في التلاجة 12 دقيقه وتطلعيها تعمليها